يلا بقى يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده نشوف الكيكة بتاعتنا الاقتصادية اللي احنا عاملينها ببيضتين 2 وكوباية مية. شايفين الجمال بتاعها كده يا بنات؟ يلا بينا نشوف الطريقة معمولة ازاي. كيكة اقتصادية، ولو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم لو عملتوها. يلا بينا نخش نشوف مقادير الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن صحة واحسن حال. صلوا على الرسول ويلا بينا نبدأ وصفة النهاردة مع بعض. زي ما انتم شايفين كده المقادير بتاعتنا، هنعمل مع بعض الاول كيكة اقتصادية وهتعجبكم ان شاء الله وناجحة باذن الله. زي ما انتم شايفين اول حاجة معايا هنا بيضتين، ومعايا كوباية من الزيت وكوبايتين من السكر بحجم المج ده كده. زي ما انتم شايفين كوبايتين من السكر يا جماعة، مش كوباية واحدة. ومعايا هنا الفانيليا، ومعايا هنا الفروتو بتاعي برتقان او يوسفي، او احنا في موسم البرتقان او الاستفندي. لو انتوا حابين تعملوا عصير من الاستفندي او البرتقان وتحطوه بتبقى جميله برضو. ومعايا كيس كامل من البيكنج باودر، ومعايا هنا 3 كوبايات من الدقيق او 3.5. يلا بينا هنحط المقادير بتاعتنا كده مع بعض. زي ما اول حاجه هحط كوبايه الزيت بتاعتي، وبعد كده هحط كوباية من السكر وهحط التانية، وادي كوباية السكر التانية. يا جماعة الكيكة دي اقتصادية وجميلة وهتعجبكم بإذن الله. وبعدين معايا هنا كيس كده من الفروتو. الكيس ده يا جماعة يساوي معلقة كبيرة. ومعايا هنا هنحط الأول البيض، نبدأ ان احنا نحط البيضتين كده. هتقولوا لي البيضتين دول مش هيبقوا يعني قليلين على الكيكه؟ لا، هتبقى حلوه باذن الله، وهتشوفوا كل حاجه معايا في الفيديو. ومعايا كمان كيسين كده من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايله بتبقى برضو جميله مع الكيكات والحلويات وكده. الكيكه دي يا جماعه تعجبكم ان شاء الله، كيكه اقتصاديه. هنقلب بقى كل الكلام ده كده. ثواني نسيت احط حاجه. ومعانا هنا كوبايه ميه. ممكن ندوب الفروتو بتاعنا يا جماعه في كوبايه الميه ديت، او ممكن نحطها عليها كده زي ما انتوا شايفين. ممكن نستبدلها بكوبايه لبن او كوبايه برتقان زي ما قلت لكم، او استفندي. لكن انا هعملها معاكم اقتصاديه، هعملها معاكم بالفروتو كده والميه، وهنعملها مع بعض وهتشوفوا النتيجه في الاخر. الكيكه ديت يا جماعه اقتصاديه في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، وهتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها بالطريقه دي. انا بقى هقلبها خالص لغايه ما ادوب السكر تماما ونرجع مع بعض. وانا قعدت اضرب فيها جامد يا جماعه كده لغايه ما كل حاجه دابت معايا. وممكن تحطوا كل المقادير دي كده في الخلاط، هيبقى معاكم برضو ناعمه وجميله. هنبدا بقى زي ما انتوا شايفين. هحط معايا الدقيق بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه. قلنا دول 3 كوبايات ونص او 3 من الدقيق. وهنحط عليهم كيس البيكنج باودر، ولو عندك معلقه خل حطيها. احنا عارفين كلنا ان الخل بيبقى محسن كيك يا جماعه، بيحسن قوي من مستوى الكيك وبيخليه مرتفعه كده وجميله. وهنجيب معانا ذره كده من الملح كده زي ما انتوا شايفين، تبقى ذره كده صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهبدأ بقى اقلب كل المقادير بتاعتي. وقلت لكم الكاكاو ده هنستعمله في الاخر وهقول لكم هعمل بيه ايه. كده بصوا انا ضربتها جامد بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. بصوا يا جماعه كيكه اقتصاديه وجميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. الكيكه دي من انجح الكيكات الاقتصاديه اللي انا عملتها بالميه، او هو الفروت ممكن تدوبيه زي ما قلت لكم قبل كده مع كوبايه الميه. مش هتفرق كتير يعني، سواء فضيتيه او حطيت الميه او دوبتيه في قلب كوبايه ميه. هنقول مقاديرنا تاني. معانا هنا بيضتين، معانا هنا كوبايتين من السكر، كوبايه من الزيت، معانا 3 كوبايات من الدقيق، ومعانا كيس بيكنج باودر وكيسين فانيليا وذره الملح. هبدا بقى اخد شويه بس من الخليط ده هنا كده. عايزه شويه هنقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده. هركن بس دول كده، وهجيب شويه من، احنا عايزين نعمل ايه، جزء بالكاكاو الشوكولاته يعني، وجزء هيبقى
وهحط ربع كوبايه كده من الميه صغيرين عشان ادوب الكاكاو كده معايا. هقلبه وارجع. وكده قلبت معايا الكاكاو الجزء اللي انا هعمله، وهنحط الاتنين في صينيه واحده وهتشوفوا معايا ازاي. معايا الصينيه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفينها. بصوا الصينيه بتاعتي حجمها كبير على فكره يا جماعه، حجمها كبير على فكره مش صغير، بس الكاميرا كمان مش مبيناها. بصوا بقى طبعا الصينيه بتاعتي مدهونه زيت. هبدا انزل الجزء اللي هو الابيض كده زي ما انتوا شايفين. بجد لو جربتوها هتشكروني. الكيكه ديت كيكه اقتصاديه يا جماعه، طعمها جميل جدا والله العظيم بجد، وما بتفرقش كتير عن الكيكات التانية. ادي كده انا عملت اول جزء كده. هبدأ اجيب الجزء التاني واضيفه كده بالشكل اللي انتوا شايفين. انا كل حاجة هعملها، كل حاجة كده معمولة قدامكم. هبدأ بقى اوزع الجزء كده التاني دوت بالشكل ده. حاولوا زي ما انتوا شايفينه بقى عملنا جزئين وعملناهم في صينية واحدة زي ما انتوا شايفين كده. ممكن بقى تعملي اي شكل كده مش هتفرق، المهم ان هي في الاخر هتدينا نتيجة حلوة جدا. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، وبتاخد معانا 35 دقيقة في الفرن، وبتبقى خلاص كده استوت تماما. وما تخرج ان شاء الله هنشوفها مع بعض. بصوا يا جماعة شكل الكيكة اصلا جميل من قبل اصلا ما تخش الفرن. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. وادي يا بنات زي ما انتوا شايفين الكيكة الاقتصادية الجميلة الرهيبة اللي ان شاء الله لما تجربوها مش هتبطلوا تعملوها. بصوا الجمال، بصوا شكلها، الكاميرا كمان ظلموها. يلا بينا بقى هنقطعها مع بعض. اللي اتعملت معانا ببيضتين 2 وكوباية مية. اسهل كيكة اقتصادية ممكن تعملوها، والطعم كمان تحفة. يلا بقى بينا. انا هقطع معاكم كده حتة بس كده من هنا. ثواني هجيب سكينة حامية. هقطع كده حتة كده من الجزء الابيض. هبدأ كده نخرج معانا الكيكاية بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعة، بصوا عاملة ازاي، بس هي عشان لسه سخنة بقى ما اتقطعتش معايا كويس. بس انتوا شايفين الكيكة بتاعتنا عاملة ازاي. الكاميرا كمان مش موضحاها. بصوا الكيكة اسفنجية وجميلة وحلوة ازاي. بصوا يا بنات، بصوا الكيكة كمان هما نقطعها. شايفين الجمال. الكيكة دي معمولة زي ما قلتلكوا ببيضتين وبكوباية مية. شايفين ناشفة نافشة وجميلة ازاي الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. يلا نقطع كمان حتة من الجزء البني. كيكة معايا نافشة وجميلة وما فيهاش غلطة، بس عشان هي سخنة مش بتتقطع كويس. شايفين كمان الجزء البني. شايفين يا بنات. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. بس هي سخنة، استنوا عليها لما تبرد هتتقطع معاكم بطريقة حلوة وسهلة وتبقى مسوية كمان عن كده. شايفين الجمال. بصوا الكيكة بتاعتي اسفنجية خالص ازاي. شايفين يا بنات هشة وجميلة وجميلة جدا. جربوها بالطريقة ديت صدقوني هتعجبكم جدا. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. سلام عليكم.